السقسقينة في الهطاطة يا ابو شعر عسلي زي البطاطا فقفق ففتقة زقزق سهرتي فقفق في قلبي طقطق وطاطا دقدق وهفهف بربر براءة فقفق فتقتي منه الخياطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده نعمل مع بعض فراخ محشية المرة التانية. برضه في فراخ تانية وراك منها نسلقها برضه عشان اللي مبيحبش الفراخ البلدي او الفراخ المحشية عامة. نعينهم هو بقى في المحلول اللي احنا بنعمله ملح ودقيق وليمون وجنزبيل وورق لورا. ده محلول النقع بتاعي ما شاء الله بجد بيخليش ريحة زرفرة خالص والحاجة بتبقى جميلة ونضيفة. وماما بقى النهارده عاملين لنا سمبوسة، هي ماما اللي حاشياها لحمة مفرومة. وهنعمل النهارده بقى هنعمل صينية بطاطس من ايد ماما حبيبتي. ده رز هنعينه ونعمل رز بشعرية، وخليكم معانا بقى خطوة بخطوة ونشوفوا الطريقة. شوفوا بقى عمايل ماما أكلها بجد لا يعلى عليه إن شاء الله بجد. ديت الطاسة اللي كنا بنعصج فيها اللحمة، هنعمل بقى فيها رز الحشو وحشو الفراخ. هيتقطع واحدة حتة سمنة بلدي، تقطع البصلاية. هنا بقى خلاص البصلاية خدت اللون بتاعها. أمي أعملها بقى البهارات بتاعتها ملح وفلفل ونص مرقة دجاج ورق لورا كمون بهارات. خليها تقلب على البصلاية عشان تطلع ريحتها. كلمي يا ماما قولي الريحة بقى فظيعة فظيعة. البصلاية بصلاية مع فلفل اسود مع شوية جنزبيل مع شوية قرفة ورقتين لورا حبة كمون وحتة مرقة دجاج بقى، تلاقي الطعم في حتة تانية خالص. هبدأ أنزل بالكبد والقوانص حاشي. هديت شويتين كده لحد ما اللون بتاعها يتغير. البصل والبهارات تبقى حاجة بجد عظمة. الفراخ المحشية من ايد ماما لا يعلى عليه. كفاية رز الحشو مش هم الفراخ. فعلا بنتخانق عليه كلنا. يعني أنا طبعا بقول كده أنا بفرق رز الحشو. هنا بقى كانت كبد القوانص خلاص خدت لون. ننزل بقى برز الحشو. سخن مية تتكتل بقى وننزل على الرز. هنا بقى نزلنا المية مغلية على الرز. هنهدي عليه ولا حاجة؟ شوية يعني يعني الغلوتين كده ونهدي. ماما بقى هي دلوقتي بتحشي الفراخ، بتورقها الأول وعاملة لها خلطة ملح بفلفل كده بقى بتحشيها من بين الجلد كده ملح وفلفل. تقيل على الجلد. أنا بعشق الفراخ المحشية دي حرفيا، بس ماما بتعملها عشان خاطري. لكن بقى جايبة لإخواتي بقى وراك عشان هما ملهمش فيها أوي. يعني أنا وهي بنعشقها ورايحين كمان وبابا تستاهل. حبيت الفلفل والملح دول بقى هيك بتخلطها طعمها جميل. نبدأ نحشي بقى بسم الله الرحمن الرحيم بين الجلد كده واللحم. هي دي الحشوة. بس زي مش بنقعش منك يا مامتي. انت معلمانية. أي حد يتفرقع منه. بحشيها كتير قوي، بحشيها حبة صغيرين. هو الحمام يعني بيفرقع؟ هنخلص بقى حشو ونوريك صورة البطاطس بقى من ايد ماما. الشوربة خلاص قربت تغلي، هنحط بقى طماطماية وقطاية حبة ملح حبة فلفل ورق لورا مرقة دجاج. الفراخ بقى ماما حشتها، أول ما المية تبدأ كده تغلي هنسقي الفراخ.
ده بقى لسان عصفور بنحمره، الشعرية محمرة برضو، يعني ما شاء الله عليها سريعة. هو بعمل كل حاجة مع بعض. اه انا النهارده عايزة اكل بالايد ماما، بس اكل ماما في اي حاجة لا ولا عليه بجد. ملح عشان توحد اللون. شوية ملح عشان توحد اللون. اما لسان عصفور ورز مع بعض، فبتحط قطع شوية شعرية على لسان عصفور جميلة. لما تاخد اللون بقى واجيب تاني. هنا بقى الشعرية خدت اللون الحلو ده، نزلنا عليها بالرز. نعمل بقى الملوخية بقى بتاعت ماما، تحفة بقى بمعنى الكلمة. بتحط حتة سمنة. بصوا أي حاجة هتلاقي ماما بتعملها هقولكوا عليها تحفة، إنسان أكلها ملوش حل. بتحط حتة سمنة بلدي وعليها فص الثوم وقطاية مرقة دجاج وحبة فلفل اسود، يدوهم بقى تقريبا مع بعض بقى الريحة بقى ايه لا ده النهارده مفيش تمرين. نحمر بقى مع بعض كده الحاجة وننزل بقى بالشوربة بقى. اسمها طبعا ما بتحلش. الله متكسفناش بقى. بلدي مستورد هي ما بتحلش. وحاجة في فراخ مستورد، الفراخ البيض هي مستوردة. نزلنا بالملوخية، ملوخية نش بس طعمها عسل. رهيب. تغلي بقى غلوة كده ونقفل عليها. واو ده ابدا مش شربيني. واو بجد والله مش ممكن الطعم ده. لازم تسيبها تستوي كده في قلب الشوربة شوية، ما تغطيهاش عشان ما تلقطش لتحت. اللي بيحب يحط حبة كزبرة ممكن يحطها في خطوة مع التوم، لكن انا مش بحب الكزبرة اوي في مش بنحب نعملها طش، بنحب ناكلها خفيفة كده. لا على الكزبرة يعني لما نحطها مع التومة، في ناس بتحب. نبدأ نعمل بقى رصيد الرز. وبدأ الرز لسه مش قلبناهوش، بس انا عصفور حمرناه في الرز. حمرنا لسان عصفور مستنيين قبل الاكل بشوية، قبل ما ناكل نحط عليه المية الشوربة او يعني لو انت وراكي مشوار وراكي حاجة حمري حاجتك واسلقي حاجتك وسيبيها على بس السوا. هنعملها بالقطعيات هنضربها. انا كده بحب اعمل تجهيزاتي قبل ما ولادي يجوا من شغلهم. احنا كنا نقوم عاملين بقى نرغي، ودلوقتي بتقطع توم اهو مع البصل. مش اي حد يعمل سنة طاسة على فكرة. طبعا صح يا بنت. طبعا يا مامتي. على فكرة انا ومامتي صحاب قوي، هتلاقونا بصوا مع يعني بنتكلم مع بعض كأننا اخوات. هم صغنونه اصلا في السن، انا وهي مصاحبين بعض من زمان عشان هي اصلا بنت وحيده. بس يبقى خير. الفلفل هنا بنخلطه برضو، خليهم يهلبوا. بعد كده احط البهارات بتاعتي دي، نديها دعكه بقى. ما شاء الله عليك يا مامتي بجد لهلوبه. لازم تدعكي البصله في التومه في كل ده بعضه عشان البصل ياخد ايه طعم. امي حرفيا الاكل ما بياخدش معاه نص ساعه، انا عشان اعمل الاكل دوت دوت. كده كان ممكن يعني على بعد العشاء كده يعني. انا اقول انتي ما تقوليش. لا الصراحه حلو. انا اتريق على نفسي ما بحبش حد يقول على اتريق عليا. الشفشق بقى والسمنه والزيت ادي. قلبنا البصله بطاطس. البصلايه دي بحب احطها في الوش، هي وقطايه شرايح بس كده على الوش بعد ما تقرب تستوي. طب انت بتشم البصل ليه مدام يا طعمها جميل جدا. هاتي يا اسماء شفشق قطايه. انا بقى ننزل بالقطه نيف ني كده، كلها نيف ني كده. خلي حبه الفراخ. يلا بقى تستنى والزيت. سمنه حبه الزيت بقى
هندخلها على الفرن ولا نحطها على النار شوية؟ لا على النار شوية. فين المعلقة الخشب؟ دي تقريبا كده في الفيديو. معلقة السمنة مع الزيت. حطينا شوية الملح، مش هحدقها قوي عشان الشوربة الملح. الجو النهارده حلو، شكلها هتنطر النهارده. قلتله هتمطر ولا هتنطر؟ كده حطينا وصفة البطاطس على الفرن، قصدي على البوتاجاز شوية كده، وبعدين الفراخ بقى نحطها في قلبها وندخلهم الفرن مع بعض. والفراخ بردك البلدي ديت هنعملها بردك خلطة وندخلها الفرن هي كمان. والملوخية خلصت ولسنا عصا حمرناها، والرز بردك اديناهم تشويحتين كده شوية. وعلى الأكل بقى قبل الأكل بشوية نقوم حاطينه لهم الشوربة. الرز هنحط له مية ولسنا عصا نحط الشوربة. السمبوسة هنحمرها واوريكم بقى الشكل النهائي للأكل كله بعد ما يخلص. كده الفراخ بقى ومحط عليها صلصة وبصل وملح وفلفل وحتة سمنة وتوم، وهندخلها بقى الفرن دي مع نفسها كده. وصينية البطاطس هنرص عليها الأوراق ديت وندخلهم برضه الفرن، بس أوراق بطاطس بالفراخ وبس كده. ده بقى شكل الأكل النهائي. السلطة، السمبوسة والرز، صينية الفراخ والرز مع السويد، صينية الفراخ اللي احنا حشيناها. ده راح يمكن منها مرضش بقى يستنى.